عسلامة، أهلا وسهلا بكم. اليوم جبت لكم ملوخية بالعلوش على الطريقة الزمنية. بنا بنا بنا. واليوم اللي ما تعرفش تطيب الملوخية باش تولي تعرف تطيبها وكأنها مجربتها 1000 مرة. أول حاجة نبدأ فيها إنه نغربلو الملوخية متاعنا باش كيف فما هكا شوائب وإلا تكعبير يتنحى وباهي تهويتها. انا خذيت كميه كبيره بسم الله ما شاء الله لانه عيله طيبت كونتيتي 300 غرام. حطيت عليهم نص ايترا زيت، وتنجموا تعملوها زيت زيتون ولا زيت قطاني ولا تخلطوا بيناتهم، يعني هاي لكم الاختيار. انا خلطت ما بين زيت زيتون وزيت القطانية. حركتها مليح، اما كي حسيت هكا ناقص شويه زيت زدتها شويه اخر. فوالا، حركتها على البارد وبجنبي في نفس الوقت طنجرة ماء تغلي. باش وقت توصل تتقلى الملوخية متاعي نصب الماء سخون ويلزمها تتقلى مليح، لكن في نفس الوقت تردوا بالكم ما تحرقوهاش. وكي تصبوا الماء يا لازم تصبوا بشويه وتحركوا. سر انه ما نحى من الاول متكعبر لكش باذن الله تقعد معاك مريقله التكستور متاعها لليت. فوالا كيما قاعدين تشوفوا فيها تقليت مليح. ليه خليه يعفس وينفس ويحكي في التليفون مع الكليونيد ويعرف. نصب ونحرك نصب ونحرك، نصب شويه وبعدين نحرك. نغمها بالقدا بالقدا بالماء وندردوا بالكم لا تفيض لكم. بعتيلي كي تغطيوها، يعني ماذا بكم تخليو الطنجرة هكايا عليها الاخطاء باش ديما تتنفس ما تفيض لكمش. وتحب التحريك بالقدا بالقدا في المرة هذه كيما قلت لكم باش ما تكعبرش. تعب شوية هي الحركة، خاصة يعني كي تكون طنجرة كبيرة ما شاء الله وكمية. سينا تنجموا تقسموا تعملوا حسب اللي تحبوا عليه انتم. انا عطيتكم الاحكام انتم اقسموا حسب ما يساعدكم. ولا زدتها الماء، ديما ماء مغلي وكهو حركها مليح وخليها تطيب. هي تشرب تنقص وانا نزيد لها ديجا تو تشوفوا، يعني هذيك العباية الاولانيه متاع الماء تشوفوا كيفاش الوين باش تشرب ماها. نسيتش نصور الرند هذيك علاش وريتهولكم هكاكا. لهنا شوفوا كيفاش شربت. باش نزيد نمرقها، يعني كانت التكستير كانت الماء للفوق وبعدين شوفوا وين وصلت. به انا الملوخيه نطيبها على نهارين، ونطيبها على نار هاديه، ما نطيبهاش على نار عاليه. ونهار الاولاني نطيبها حتى لين تقر زيتها ونخليها. واللحم نفوحه ملح، احنا نطيبوها بالعلوش الملوخيه ما نعملهاش بالدرب البقري. فوحوا ملح وفلفل اكحل وثوم وتبلوا كرويه وهريسه عربي وفلفل زينه كمية كبيرة. نسيتش نصوروا فلفل الزينه. اللحم نبيته في الفريجيدير من غدويكا نرميه في الملوخيه متاعي. لهنا بعد ما غليت الملوخيه حليت عليها الصباح كا رميت اللحم باش يطيب. بيان سور اذا كان الملوخيه شربت واللحم قاعد ناقص طيب راني نزيد الماء. لهنا ملوخيتي طابت بسم الله ما شاء الله كما قاعدين تشوفوا فيها. قرت زيتها تبارك الله عيله. بعد ما طيبتها فطروا منها وبعدين حطيت منها في العشاء. بسم الله ما شاء الله، يعني وفات فيسع شيخوا عليها جات بنينه تهبل صحه باش هي اصلا ليهم هما. كهو لهنا كيما تشوفوا في الليل كي نحط في العشاء شوفوا قد ما تقعد قد ما تخرج زيتها بسم الله ما شاء الله. بدكم ولا نشيكم يا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا بالوصفه. ونتمنى انكم تعملوا اشتراك في القناه، تفعلوا جرس التنبيه، تعملوا جيم بارتاج للفيديو، خاصه للي تحب تتعلم الملوخيه على اصولها تتعلمها معنا.